النهاردة هحكي لكم على فيلم تحفة اتفرجت عليه. قصة الفيلم الأساسية بتتكلم عن السكر. أيوة، السكر اللي انت بتدخليه في أكلك وفي شربك كل يوم. عمرك قعدتي مع نفسك كده وفكرتي هو السكر اللي أنا بدخله جسمي كل يوم ده إزاي بيأثر على جسمي؟ طب لو فكرت إن أنا أقطع السكر تماما، ده هيبقى تأثيره إيه عليا؟ هلو، أنا آية بلال ويلا بينا أحكي لكم على قصة الفيلم. الفيلم ده اسمه That Sugar Film، اتعمل سنة 2014. الفيلم ده بطولة شخص اسمه ديميان ده قرر إن هو يعمل تجربة جريئة جدا علشان يفهم تأثير السكر على جسمه بيبقى عامل إزاي. قرر إن هو ياخد فترة 60 يوم ياكل كل الحاجات اللي مليانة سكر، بس قرر إن هو هيعمل ده بطريقة مختلفة. هو مش هياكل الحاجات اللي فيها سكر صريح، لأ، هو هياكل المنتجات اللي احنا فاكرين ان هي صحية واللي بيتروج لها كتير قوي على انها هيلثي فود، زي الزبادي قليل الدسم والسيريالز اللي هي زي الكورن فليكس والعصاير اللي مليانة سكر مضاف. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ديميان بدأ التجربة بتاعته وهو فاكر ان دي هتبقى تجربة سهلة جدا. قبل ما يبدأ التجربة هو كان جسمه كويس جدا، وقرر ان هو يعمل كل التحاليل علشان يتأكد ان تحاليله سليمة وان هو ما عندوش اي مشكلة، علشان ما يظلمش السكر بعد كده ويلبسها فيه. كل التحاليل بتاعته طلعت بيرفكت وبدأ التجربة. بس بعد كام يوم بس من بدء التجربة بدأ يحس بشوية أعراض. أول حاجة لقى إن وزنه ابتدى يزيد، وبقى عنده تعب مستمر على طول، حاسس إن هو مرهق، ومزاجه كمان ما كانش أحسن حاجة، ولاحظ إن موده بدأ يتغير جدا. وكل ده بسبب كميات السكر الكبيرة جدا اللي كان بيدخلها في أكله كل يوم. وبعد شهر من التجربة مش بس وزنه اللي زاد، لأ، ده صحته بشكل عام بدأت تتدهور. الدهون زادت جدا في جسمه، خصوصا اللي عند منطقة البطن. المحيط بتاع البطن عنده زاد لوحده 11 سنتي، وطاقته بقت أقل، وبقى عنده مشاكل صحية ما كانش متوقع إن هي ممكن تحصل له نهائي. دلوقتي بقى علشان نأكد على كلام ديميان هقولك على شوية حقائق علمية عن السكر وأضراره. السكر المضاف لما بيدخل الجسم بيعمل شوية تأثيرات مش لطيفة بالمرة. أول حاجة وأشهر حاجة إن السكر بيسبب السمنة وزيادة الوزن. لما بتاكلي سكر كتير الجسم بيخزن السكر ده في الجسم على هيئة دهون، والدهون دي كل ما بتزيد في الجسم كل ما ده طبعا هيزود لنا الوزن، وخصوصا كمان لو انت ما بتعمليش رياضة. ومع زيادة تراكم الدهون دي في الجسم هيبتدي يدخل في مرحلة مقاومة أنسولين، ولو دخلنا في مقاومة الأنسولين فاحنا كده رايحين في حتة مش حلوة خالص. تاني حاجة، السكر بيزود من احتمالية الإصابة بمرض السكر، وخصوصا السكر من النوع التاني، لأن لو فضلنا ندخل جسمنا سكر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فده بيرفع من نسبة الجلوكوز في الدم بسرعة جدا، وده بيسبب إن الجسم ممكن يتأثر ويجيله سكر من النوع التاني. تالت حاجة إن هو ممكن يؤدي لمشاكل في القلب، لأن السكر ممكن يؤدي لارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون في الجسم، وده بدوره هيسبب لنا مشاكل في القلب. ورقم 4 إن هو ممكن يسبب مشاكل في الأسنان، وخصوصا للأطفال اللي بتاكل حلويات كتير، وده لأن السكر بيغذي البكتيريا الموجودة في البق، وده بدوره بيؤدي لتسوس الأسنان. رقم 5 زيادة الالتهابات في الجسم، وده لأن السكر بيزود من نسبة الالتهابات الموجودة في الجسم، وده بيؤدي لمشاكل صحية طويلة المدى زي التهابات المفاصل. كل الحاجات دي لو عرفتي هي ازاي بجد بتأثر على جسمك وازاي ممكن تعملك مشاكل كتير جدا، هتفكري كتير قوي قبل ما تدخلي جسمك أي سكر، سواء عن طريق مصادره المباشرة أو الغير مباشرة. دلوقتي لو قررنا إن احنا خلاص هنقطع السكر تماما، ايه اللي هيحصل بقى؟ خلينا متفقين إن الجسم هيمر في الأول بفترة رخمة شوية، لأنه مش هيتعود على التغيير ده بسهولة، لأن السكر بيعتبر إدمان عند ناس كتير قوي، فمش سهل إن احنا نقطعه مرة واحدة كده. بس اللي أقدر أوعدك بيه إن بعد شوية هتبدأي تشوفي نتائج تحفة هتنبهري بيها. خليني أقولك شوية حاجات من النتائج التحفة اللي انت هتنبهري بيها دي. أول نتيجة هتلاحظيها إن وزنك هيبتدي ينزل بسرعة، والدهون الموجودة في جسمك هتبتدي تقل، وخصوصا الدهون الموجودة حوالين البطن اللي هي معروف إن دي من أكتر الدهون العنيدة اللي بتبقى صعبة قوي إن هي تنزل. ومقاومة الأنسولين كمان هتتحسن عندك. تاني حاجة إن مستوى الطاقة هيعلى عندك جدا. السكر المضاف بيخلي مستوى الطاقة يعلى بسرعة وبعد كده ينزل بسرعة جدا،
وده بيخليكي تحسي بتعب وإرهاق أغلب الوقت. بعد ما بتاكلي حاجة فيها سكر بتحسي دايما إن انت بقى عندك نشاط وحيوية فجأة، بس بعدها بفترة صغيرة قوي بتلاقي إن انت تعبتي وهمتي وحسيتي إن الطاقة دي بتروح. وده لأن الطاقة اللي بتيجي من السكر بتبقى طاقة لحظية، بتقعد شوية صغيرين وبعد كده بتروح. بس لما تقرري إن انت تقطعي السكر تماما وتقدري فعلا تقطعيه، هيبقى عندك طاقة ونشاط وحيوية أغلب اليوم، ومش هتبقي معتمدة إن انت بتاخديها من مصدر معين زي السكر. تالت حاجة، مزاجك هيتحسن جدا. السكر بيأثر على الهرمونات اللي بتتحكم في المزاج، فلما تقطعي السكر هتلاقي مودك اتظبط والتقلبات المزاجية عندك قلت جدا. فالناس بتوع برج الجوزاء دول أكتر ناس هيستفيدوا من موضوع قطع السكر، لأن دول أشهر ناس معروفين بالتقلبات المزاجية، فحاولوا تقطعوا السكر. ورابع حاجة، هيبقى فيه تحسن في صحة القلب على المدى الطويل. وفي نقطة كمان مهمة جدا 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 وهتهم كل البنات، وهي إنك لما تقطعي السكر هتلاحظي فرق رهيب في بشرتك، لأن السكر من أكتر الكوارث اللي بتجيب حبوب شباب والتجاعيد اللي بتحصل بدري في البشرة. فلما تقطعي السكر هتلاحظي إن الحبوب اللي في وشك قلت تماما، وهتلاقي بشرتك بقت نقية وهتحسي بنضارة رهيبة في بشرتك. أعتقد بقى إن كل الفوائد دي تستاهل إن انتي تقطعي السكر عشانها، مش كده ولا ايه؟ لو حاسين ان انتوا بتستفيدوا حاجة من الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في الشانل. خليني برضو اقولك على حاجة مهمة جدا، وهي اعراض الانسحاب، علشان ابقى قلتلكوا على كل حاجة ليها علاقة بالسكر. لما تقرري ان انتي تقطعي السكر هيبقى عندك فترة صعبة في الاول شوية، وده علشان زي ما قلنا السكر بيعتبر ادمان عند ناس كتير قوي، وفي ناس كتير بتعاني من الحاجات دي في اول فترة لما بتقرر ان هي تقطع السكر. اول حاجة هتحسي بصداع، وخصوصا لو انت متعودة انك تدخلي السكر في اكلك او شربك بشكل يومي. تاني حاجة، انت ممكن تحسي بشوية تعب وإرهاق، بس دول بيبقوا موجودين في أول فترة بس، علشان محدش يجي يقولي انت منين بتقولي ان السكر هيحسسني بنشاط وطاقة وفي نفس الوقت بتقولي ان انا هحس بتعب وإرهاق. التعب والإرهاق دول بيبقوا بس في أول فترة لحد ما جسمك يتعود ان السكر اتقطع منه، وده لأن الجسم بيتخض من فكرة ان انت مش بتدخليله نفس كمية السكر اللي كانت بتدخله قبل كده، فهياخد فترة بس لحد ما يتأقلم، وبعد كده هتشوفي كمية النشاط والحيوية اللي هتدب فيكي. وطبعا برضو ممكن يبقى فيه شوية تقلبات في المزاج، وزي ما قلنا دي بتبقى في أول فترة لحد ما الجسم بيتعود، وبعد كده هتبدأي تشوفي كل الجوانب الإيجابية من موضوع قطع السكر. وأحب أطمنك إن الفترة دي ما بتبقاش كبيرة خالص، هي بتبقى مجرد كام يوم بس لحد ما جسمك يتعود، وبعد كده هتحسي بالنشاط والسعادة وكل الحاجات الإيجابية اللي اتكلمنا عليها دي، من غير ما تبقي معتمدة على السكر إن هو يحقق لك الحاجات دي. وفي الآخر التجربة اللي عملها ديميان في الفيلم دي هي مش بس أثبتت إن السكر المضاف ده بيضر جسمنا، لأ، هي أثبتت إن السكر بيأثر على حياتنا اليومية بشكل عام وبيضرنا في جوانب كتير جدا. فلو قررتوا إن انتوا تبدأوا رحلة قطع السكر هتشوفوا تغيير وتحسن كبير قوي 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 في صحتكم وفي حياتكم اليومية بشكل عام. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة علشان تشوفوا الفيديوهات الكتير اللي جاية. ولو جربتي ان انتي تقطعي السكر قبل كده قوليلي في الكومنتات ده تأثيره كان عامل ازاي عليكي، وحسيتي بفرق ولا لأ. ولو لسه ما قطعتيش السكر هستناكي ان انتي تقطعيه وتيجي برضو تحكي لي تجربتك في الكومنتس تحت. واستنوني في فيديو جديد الاسبوع الجاي.